مشاهير عرب لم يكملوا تعليمهم ووصلوا لأعلى المراتب وجمعوا ثروات خرافية. الفنان المصري محمد رمضان واحد من أشهر النجوم الذين لم يكملوا تعليمهم، فدرس النجم المصري الشهير في معهد الفنون المسرحية إلى أن تم فصله، وبذلك فآخر ما حصل عليه هو شهادة الثانوية العامة. لم تكمل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تعليمها، وإنما اتجهت لطريق الفن. لم تعتبر أن التعليم أمر غير ضروري، وإنما استثمرت في بناتها وعوضت ما فاتها من مراحل تعليمية مع أبنائها. كوكب الشرق أم كلثوم علامة من علامات الغناء في العالم، وصاحبة أقوى صوت نسائي، فحققت أم كلثوم نجاحا لم يسبقه مثيل. وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تكمل تعليمها، واكتفت بالدراسة في الكتاب، والذي مكنها من القراءة والكتابة.